يا مساء الفل، ازيكم؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. النهارده هكون معاكم فيديو جديد، هنعمل مع بعض صينيه جلاش بالفراخ. انا كان عندي صدر فرخه في الفريزر، بصراحه ما كنتش عارفه استغله ازاي، فقلت اعمل ايه صينيه جلاش كده سقنطوطه. فدلوقتي انا معايا صدر فرخه قطعته قطع صغيره مكعبات، ومعايا بصل قطعته شرايح جوليان، معايا لفه جلاش نص كيلو وقرنين فلفل. حطيت زيت على طاسة على النار، وحطيت فيها زيت، سبتها لحد ما تسخن، وبعد كده هنزل بالفراخ ومش هقلبها غير لما لونها يغير عشان ما تنزلش ميتها. رشيت شوية فلفل اسود وملح، وخلاص هي غيرت لونها اهي. فهبتدي بقى ان انا اقلبها لحد ما تاخد صدمة على الجنبين ولونها يغير. ابتدي بقى انزل عليها بالبصل واقلب في بعضه، بحس ان هي تاخد من طعم البصل والبصل ياخد من طعمها. ولما البصل يدبل شوية هنزل عليها بالفلفل. انا بعتذر على صوتي، انا واخده دور برد قاتلني، فانتوا مش غرب بقى، استحملوني. انا بقى كنت نزلت بالفلفل وقلبت كله في بعضه، هنزل بقى بالتوابل بتاعتها. حطيت بابريكا مدخنه وتوابل لحمه وفلفل اسود، واغطي بقى عليها واسيبها تستوي. ما خدتش بالظبط 7 دقايق. عبال ما تستوي بقى هروح انا اعمل الجلاش، اعمل الطبقات اللي تحت. جبت صينيه، دي الصينيه الوسط، دهنتها سمنه، طبعا انا مسيحه سمنه على زبده. دهنت الصينيه من الجناب ومن الارضيه وكل حاجه. فجبت بقى لفه الجلاش، هقسمها 2 عشان بحيث ان انا احط تحت قد فوق. تمام. فبصوا، انا كنت مشغله مروحه جنبي لان كنت بسيح، فالمروحه قعدت تطير الجلاش وتطير الحاجه. حطيت بقى طبقتين بطبقتين، وبسيب الاطراف بره كده، مش بدخلها. لما احط بقى الحشوه بروح قافله عليها، بحط طبقتين بطبقتين، ومن كل طبقتين بدهن كده سمنه زي ما انتم شايفين. انا اصلا ما عملتش اللفه كلها، طلعت كتيره لان دي الصينيه الوسط. فحطيتها بقى في الفريزر، في اي وقت نبقى نعمل ام علي، نعمل جلاش بالجبن، اي حاجه. احنا مش هنقول لا. بس كانت خلاص استوت. بصوا البصل متكرمل ازاي، عايزه اقول لك كان طعمها يجنن بجد، كان طعمها يجنن. والبصل متكرمل واخد من طعم الفراخ، كان طعمه تحفه. كان عندي بقى شويه لحمه مفرومه، كانوا متبقيين مني من مكرونه تقريبا، كانوا في التلاجة. طلعتهم بقى حطيتهم كمان، وقفلت بقى. ابتدي بقى اعمل الطبقات اللي فوق. بصوا الجلاش كان ناشف من المروحه، بس انا ما كنتش اقدر اطفيها، كنتش اقدر، كنت بسيح. هكمل بقى باقي الطبقات، وافضل احشر الجلاش كده في الجناب بحيث ان هي الحشوه ما تخرجش. بصوا كده. تيجي بقى تشيلي القطعه، تلاقيها مقفوله من الجنب، مفيش اي حاجه تخرج منها، ولا الحشوه ولا اي حاجه. بصراحه انا متعلمه الحركه دي من قناه طبخ كنت انا متابعاها هنا على اليوتيوب. بس انا كده خلاص خلصت، واتبقى بقى الجلاش ده لفيته اديته لسليم يحطه في الفريزر. هبتدي بقى ان انا اقطعها. بص، انا اكتر حاجه بكرهها في حياتي ان انا اقطع صينيه الجلاش قبل ما تدخل الفرن وبعد ما تخرج من الفرن، وان انا انشر. انا بكره النشير وتقطيع الجلاش. هقطعها بقى وبعدين ادهنها سمنه، هدخلها الفرن 5 دقايق كده، بعدين اطلعها، احط بقى عليها كوبايه لبن، هكسر فيها بيضه، واحط فلفل اسود وملح، واقلبها في بعضها واسقيها بيها وادخلها الفرن تاني. بص، سليم كان قاعد يلوز جنبي. انا قطعت خلاص الجلاش ودهنته بقى زي ما انتم شايفين. ادخله بقى الفرن
5 دقايق بالظبط، هطلعه تاني اسقيه بقى. انا كان معايا كوبايه لبن، اكسر فيها بيضه، واحط شويه فلفل اسود وملح، وطي شويه، واقلبها بقى كويس بالشوكه، واحط برضو باقي السمنه اللي اتبقت مني عليها. مش عارفه لسه فورا ما كانتش عايزه تتعمل. لقد خفقتها. طلعت الصينيه من الفرن، بصوا بقت عامله ازاي، تحسوها كده اتشمعت. هنزل بقى عليها بكوبايه اللبن، اخليها توصل للاطراف كلها. ارجع بقى ادخلها الفرن تاني. الجلاش اصلا بياخدش ربع ساعه على بعضه. بصوا بقت عامله ازاي. عايزه اقول لكم بجد طعمها كان خطر. يا جماعه انا بعشق الجلاش بكل الطرق بقى، مسكر، بلحمه، بفراخ، بجبن، بعشقه بجد. سبتها بقى تبرد شويه كده ايه عشان اقدر اقطعها، وهعيد برضو عليها تاني. انا مش عارفه انا مقطعها قبل ما ادخلها الفرن، اقطعها تاني ليه ولازقه ليه؟ مش عارفه والله. ابتدي بقى اطلع قطعه عشان اوريها لكم، عشان تشوفوا الجمال والحلاوه والعظمه بتاعتي.